السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. بعد نهاية المباراة التي جمعت بين الخضر مع غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بفوز غينيا بهدفين مقابل هدف واحد، مباراة تحمل معها عدة نقاط سلبية أبرزها وسط الميدان الغير قادر على بناء اللعب بشكل صحيح مع عدم إقحام جوهرة الوسط إسماعيل بن ناصر، كذلك غياب التركيز في الهجوم وعدم استغلال عدة فرص محققة للتسجيل. هناك أيضا فوضى على مستوى لاعبي الأجنحة في الشوط الأول، وما صعب المأمورية هو غياب مهاجم صريح يضغط جيدا وقوي جدا في الصراعات الثنائية. ولكن اللقطة التي أثارت إعجاب الكثيرين بعد نهاية المباراة هو ما فعله النجم كريم بنزيما، حيث اتجه هذا النجم إلى غرفة تبديل ملابس المنتخب، وذلك لتحفيز اللاعبين للمباريات المقبلة. وملامح وجه هذا اللاعب تلخص كل شيء: